بعض المرات أكثر الوجوه براءة كتكون مخبية وراها أسرار مظلمة. كاينين الناس اللي كيشوفوا دوك الوجوه كيحسوا بالأمان والراحة وكيطمئنوا لهضرتهم وكيتيقوا الابتسامة تاعهم بكل بساطة حيتاش ملامحهم بريئة، ولكن في الحقيقة ما كيكونوش عارفين أنهم واقفين قدام وحش أو بالأحرى شيطان متلبس بإنسان. من بين هاد النوع تاع الناس كاين تيد باندي، الرجل اللي كان كلشي كيشوفو ذكي انيق وناجح في حياته، حيت كان كيقرا القانون والمحاماة وكان خدام في التحقيقات وكان منخرط حتى في خط مكافحة الانتحار، فكان كيعاون الناس بزاف باش ما ينتحروش. ولكن تحت داك القناع كاين وحش ما كيرحم حتى واحد. قدرتي تبان دي خطع المحاكم، الاعلام والناس وحتى السياسيين الكبار اللي دايرين به، وكيفاش تحول من طالب قانون ناجح لواحد من اخطر القتلة المتسلسلين في التاريخ. إلا كنتو واجدين تفرجوا في الفيديو وتسمعوا قصة تيد باندي وتعرفوا الجرائم اللي ارتكب وكيفاش قدروا البوليس يشدوه، فيلا نبداو. كتبدا قصتنا اليوم فاش تزاد تيد باندي. تزاد تيد باندي في 24 نوفمبر سنة 1946 في ولاية فيرمونت الأمريكية. تولد تيد باندي بطريقة غير شرعية، حيت حملت به الأم ديالو اللي سميتها إليانور لويز كويل. حملت به بطريقة غير شرعية من واحد القائد في القوات الجوية الأمريكية اللي غير مذكورة الهوية تاعو. ولدته إليانور باسم ثيودور روبرت كويل في واحد دار لرعاية الأمهات العازبات، حيتاش والديها رفضوا الأمر وتعصبوا عليها أنها تولد دري ناتج عن علاقة غير شرعية، حيت عائلة إليانور كانوا عائلة متدينة وعندهم العلاقات اللي خارج إطار الزواج شبه محرمة، فكانوا عائلة إليانور خايفين من هضرة الناس حيت غادي تجيب لهم العار. داكشي على صيفطوها لهاديك الدار باش بلا ترجع هي وولدها يقولوا للناس بلا تيد باندي هو ولدهم ماشي ولد بنتهم، وبقاو كيمثلوا على الناس ولا حتى تيد انهم هما والديه وإليانور هي اختو الكبيره. كبر تيد باندي في هاد الكذبه وكان دائما كيلاحظ الفرق الكبير اللي كاين بينه وبين اختو، وكان كيقول دائما واقيلا غير حيت والديه ولدوه وهما كبار في العمر. ملي كبر تيد باندي وصل لمرحله المراهقه عرف الحقيقة كاملة، حيت بصدفة لقى شهادة الميلاد تاعو اللي هي الحالة المدنية عندنا وقلبها باش يتأكد واش هادوك فعلا والديه ولا لا، حيت كما قلت سابقا كان دائما ملاحظ الفرق الكبير والملحوظ اللي كاين ما بينه وبين اختو، وحتى الاهتمام الزايد تاع اختو ليه، حيت كانت كتعاملو بحال ولدها عكس جدو وجداتو اللي كانوا هاملينو نوعا ما. واخا كان جدو وجداتو كيعاملوه مزيان، إلا أن التعامل تاع اختو معاه كان مبين الفرق الكبير ما بين تعاملهم معاه. وأنا شخصيا كنظن أنه فاش عرف هوية الأم الحقيقية تاعو غادي يكون عامل من العوامل اللي ساهمت باش تيدي تولد عنده كره للناس ويولي قاتل متسلسل مستقبلا، حيت ديك الحقيقة الصادمة شككاتو في الوجود تاعو. يعني تيد باندي فقد الثقة في الوجود تاعو، مع أنه قال في المقابلات أنه الخبر ديال أنه ولد إليانور ما أثرش عليه، حيت كانت باينه من الاختلاف الكبير اللي بينهم. ولكن واخا هكاك يقدر يكون سبب من الاسباب اللي خلاوتي يتولد عنده كره للنساء، خصوصا ان ماماه رفضت تقول ليه هويه باباه الحقيقي. يعني تيد باندي عمره ما عرف شكون هو باباه الحقيقي. كبر تيد باندي وكان كلشي كيشوفو دري متفوق ومتميز على جميع الدراري اللي بنفس العمر تاعو، حيت كان هو ذكي وانيق وكيهتم بالدراسه تاعو. واحد الفترة في الحياة تاعو خدمت ماماه كسكرتيرة وتزوجت بواحد الراجل اللي سميتو جوني، وعطى جوني كنيتو لتيد، يعني ولا سمية تيد الكاملة هي ثيودور روبرت باندي، ماشي الاسم السابق اللي كان عنده اللي هو ثيودور روبرت كويل. ولكن مع ذلك كان تيد ما كيحمش جوني وما كيحترموش كاع، والسبب كان هو حيتاش كان كيظن انه ما ذكيش كفاية، حيتاش كان تيد باندي كيسحب ليه انه هو اذكى واحد في الكون. تيد باندي في الطفولة تاعو كان كيدير شي تصرفات اللي غراب بزاف، بحال انه كان كيصفي الحيوانات ولا كيبقى يضرب فيهم وكيبقى يعذب فيهم حتى يموتوا. واكثر تصرف غريب دار تيد في الصغر ديالو هو فاش كان في عمره 3 سنين كانت خالته ناعسه فوق الناموسيه، مشى هز كاع لمات لي في الدار ودورهم عليها وهي ناعسه، يعني كنت حركات غير شويه كنا غنودعوها، والمشكل كان هو وياها بوحدهم في الدار، يعني ما كاين حتى واحد اللي يدير داكشي اللي دار هو. هادشي كامل اللي كنعاود لكم راه قالتو خالته بفمها في واحد من المقالات اللي كيدويو عليه. قالت حسب هضرتها
انه فاش رجع كلشي للدار قالت ليهم خالته على اشنو دار تيد، ولكن ما طيقها حتى واحد، حيت ديك الساعه كان عنده غير 3 سنين. في نظرهم هو غير بزقول ما يقدر يدير حتى حاجه، وموحاش حتى واش يعرف يهز الموس مقاد. من بعد ما كبر تيد باندي ودخل الجامعه، تعرف على واحد البنت سميتها ديان إدوارديز في جامعه واشنطن في مدينه سياتل. تعرف عليها في جامعه علم النفس حيت كانوا كيقراو فيها بجوج. ديان كانت بنت زوينه ومحترمه وذكيه، وفوق هادشي كامل كانت غنيه، فداكشي علاش فكرت بانه الا ارتبط بها غادي يزيد لراسو صوره مثاليه في المجتمع. وحيتاش ديان بنت عائله مرموقه كانت باغا تزوج النيشان، ما كانت باغا تدخل في علاقه مع تيد. فاش شافتو ما بغاش يتزوج تفرقات معاه في سنه 1968. من بعد ما تفرقات ديان مع تيد تصدم، حيت كان كيعتبر راسو انه هو اللي كيدير اي حاجه، وإلا بغى يدخل شي علاقه هو اللي عنده الحق بوحدو يساليها، وهادشي اللي زاد ولد عنده كره اتجاه النساء. وباش ينتقم من ديان نفسيا ويدمر النفسيه تاعها رجع معاها في سنه 1973 وخطبها. وفي ديك الفتره تشارك في حملات انتخابيه تاع سياسيين، وقال انه باغي يكون غير مساعد فقط وما بغاش يكونوا الاضواء مسلطين عليه. من بعد فتره فجاه اختفى من حياه ديان وما بقاش بغى يجاوبها كاع، ونكر علاقته بها في خطره. قبل ما يبدا يرتكب تيد باندي الجرائم تاعو خدم في قسم مكافحه الجريمه في مدينه سياتل، وخدم حتى في خط مكافحه الانتحار اللي هو واحد البرنامج دايره امريكا باش يبقاو يتواصلوا مع الناس اللي كيصونيو باش يشكيو الهموم تاعهم قبل ما ينتحروا، وكيحاولوا الناس اللي خدامين في داك الخط باش يقنعوهم يترجعوا للقرار تاعهم. وتما فين كان تيد باندي كيدرس الحالات النفسيه تاع البنات قبل ما يموتوا. من اوائل الضحايا تاعو كانت هي كارين، كانت كتقرا معاه في نفس الجامعه، كان في عمرها 18 عام. في 4 يناير سنه 1974 اقتحم تيد باندي البيت تاعها وهاجمها وبقى كيضرب فيها بكل وحشيه وهي ناعسه حتى فقدت الوعي تاعها وتعدى عليها. فاش عرفوا الزميله تاعها نقلوها للسبيطار وبقات فاقده الوعي لمده 10 ايام في السبيطار. باللي فاقت كارين كانت ناسيه كل شيء، وحتى تفصيله من تفاصيل هذه الحادثه ما بقاتش عاقله عليها. وفي ابريل سنه 1974 اختفت اول بنت سميتها ليندا آن هيلي، عمرها 21 عام وهي طالبه في جامعه واشنطن. اختفت من دارها نهار الخميس، تا واحد ما لاحظ الاختفاء تاعها حتى فات 12 ساعه، حيت ليندا كانت شخص معتمد عليه ومحبوبه من عند كل شيء. وفاش اختفت حتى واحد ما عرفها فين مشات. وفي نفس السنه اختفوا بزاف تاع الطالبات الجامعيات بشكل ملحوظ بزاف، وفي كل شهر كانت كتختفى طالبه على الاقل. في ديك الوقيته كان تيد باندي اخترع طريقه جديده باش يستدرج الضحايا تاعو، ولا في بلاصه ما يقتحم الديور تاعهم ولا كيمثل عليهم بانه يديه مهرسه، وكيطلب منهم يهزوا ليه الكتوبه ويوصلوهم ليه الطوموبيل اللي كانت من نوع فولكس فاغن. في البلاصه فين كيقربوا للطوموبيل كيضربهم بالعكاز حتى كيفقدوا الوعي، ومن بعد كيرتكب الفعله الشنيعه تاعو. جميع الضحايا تاعو كانت كتجمعهم صفه وحده، وهي انهم كيشبهوا الخطيبه السابقه تاعو اللي هي ديان إدوارديز. فاش نشروا البوليس الصوره التقريبيه تاعو والمواصفات تاع تيد باندي بداو كيجيو لهم الاف البلاغات تاع الناس شاكين في شي واحد كيعرفوه انه هو القاتل المتسلسل تيد باندي. وتما فين قرروا البوليس يقلبوا السجلات تاع كاع الرجاله اللي عندهم نفس السياره اللي هي فولكس فاغن ويكون لونها بني. وتما فين تصدموا البوليس، حيتاش ولاية واشنطن كانت فيها اكثر من 42 ألف سياره من نفس النوع وبنفس اللون، وكانوا البوليس كيحاولوا يحققوا مع 1000 شخص من الاشخاص اللي سميتهم ثيودور واللي كيبانوا عليهم تصرفاتهم غريبه وعندهم نفس المواصفات تاع تيد باندي، وعندهم حتى نفس النوع تاع الطوموبيل. ولكن كان داكشي كياخذ لهم وقت بزاف، فداكشي علاش كانوا البوليس متوترين ومخربقين. في 8 أغسطس سنه 1974 جا البوليس اتصال من عند واحد البنت كتقول انها خافت من الحبيب تاعها اللي سميتو تيد باندي وخصهم يحققوا معاه. كانت سميت البنت إليزابيث كليفر، كانت ام عازبه تاع طفله، كانت مرتبطه بتيد باندي في الفتره اللي انفصل فيها على ديان، وحتى في نفس الفتره اللي كان مشى تيد يخطب ديان كان مازال مرتبط بإليزابيث. كان تيد كيعامل إليزابيث مزيان هي وبنتها وكيبغي بنتها بزاف. بلغات إليزابيث على تيد
حيتاش لقات عنده حوايج تاع البنات بزاف في الطوموبيل، ولقات عرام تاع السوار تاع الديور في الطوموبيل تاعو. واللي صدمها اكثر وخلاها تاكد هي انها لقات موس تحت الكرسي القدامي تاع الشيفور في الطوموبيل، وقالت انه كان كيختفي مره على غفله، والغد ليه كيرجع متاخر بزاف. وكانت اليزابيث خايفه منه ومن الافعال تاعو، ولكن ما كانتش متاكده من داكشي اللي طاح لها في عقلها. ولكن قالت انه عقلها قال ليها انه يقدر يكون تيد باندي مرتبط بداكشي اللي كيوقع. البوليس كانوا كيجيوهم بلاغات بزاف على ناس شاكين في شي واحد كيعرفوه سميتو تيد، وجاهم داكشي اللي قالت اليزابيث منطقي. فداكشي علاش بداو البوليس كيقلبوا ورا تيد وكيشوفوا البلايص اللي كان كيمشي ليها فاش كيوقعوا دوك الاختفاءات، وما كان حتى شي دليل براءه كيثبت انه تيد كان في شي بلاصه اخرى من غير البلايص اللي وقعوا فيها الاختفاءات. فداكشي علاش ولا تيد هو المشتبه به الرئيسي في القضيه. فداكشي علاش بداو البوليس كيراقبوا التحركات تاع تيد. وواحد النهار خرجت واحد الطوموبيل ورا تيد، وكانوا فيها جوج رجاله من البوليس، ولكن كانوا لابسين حوايج عاديين باش ما يشكش فيهم تيد. وبداو كيراقبوا في تيد، وفي نفس الوقت جابت البوليس شهود تاع واحد القضيه تاع واحد البنت اللي تخطفت في وسط الشاطئ، وكانوا الشهود شافوا تيد وهما اللي بلغوا البوليس على انه القاتل سميتو تيد، ووصفوا لهم الملامح تاعو باش قدروا البوليس يديروا ديك الصوره التقريبيه اللي نشروها في الجرائد. الشهود كانوا شافوا تيد حيت كان مشارد على البنت تعاونو وجر القارب تاعو، وقال ليها سميتو واستدرجها وخطفها، ودار ليها كيف ما كيدير مع جميع الضحايا تاعو. والصدمه تاع البوليس كانت هي فاش 7 من دوك الشهود نكروا انه تيد نفس الشخص اللي استدرج ديك البنت في الشاطئ. فداك الشيء وقفوا البوليس التحقيق حيت وصلوا لطريق مسدود. في سبتمبر سنه 1974 قرر تيد باندي ينتقل لولايه يوتا الامريكيه في مدينه سولت ليك باش يلتحق بجامعه الحقوق، وعاوتاني ارتكب جريمه في الصيف تاع سنه 1974. سنه 1974 البوليس تاع ولايه يوتا لقاو بنت سميتها ميليسيا سميث مقتوله. كانت ميليسيا قبل ما يصفيها ليها تيد تلاقات بباباها وبصاحبتها في واحد المطعم. فاش كانت راجعه للدار ديك الساعه فين خطفها تيد باندي، ومن بعد 9 ايام من اختفاء ميليسيا لقاو البوليس الجثه تاعها في الخريف تاع سنه 1974. اختفوا جوج البنات اخرين. اختفت واحد البنت سميتها نانسي ويلكوكس من بعد ما خرجت من دارها، ولكن ما لقاو راها حتى اثر وما لقاوش حتى الجثه تاعها. واختفت بنت اخرى سميتها لورا ايمي، ولكن لقاو الجثه تاعها من بعد مده. لقاو الجثه تاعها في جبال واساتش، ولكن البوليس تاع ولايه يوتا ما ربطوش الجرائم اللي كيوقعوا تماك بالجرائم اللي كانوا كيوقعوا في منطقه سياتل، حيتاش كان عندهم التواصل صعيب شويه ديك الوقيته. في 8 نوفمبر سنه 1974 كان تيد بغى يستدرج الضحيه الجديده تاعو اللي كانت سميتها كارول دارونيش. كان بغى يستدرجها من المول عن طريق يقول لها انه هو ضابط شرطه، وشد شي واحد كان كيحاول يسرق الطوموبيل تاعها، وقال لها انه الشخص اللي يحاول يسرقها كاين في قسم الشرطه، وقال لها يلا معايا باش نمشيو لعند الشخص اللي كاين في قسم الشرطه. ولكن خطفها وكان واخدها المكان مهجور، وهز عليها المسدس ودار لها المينوط في يديها. كانت البنت كيجيو التصرفات تاعو غريبه، فداكشي علاش تشجعات وحاولت تهرب منه، وبالفعل هربات وشافت واحد الطوموبيل كانت جايه في الطريق المعاكس اللي كان غادي فيه تيد، وركبت معاهم وهربات ومشات للبوليس وبلغات عليه. من بعد 4 سوايع من الهروب تاع كارول تيد ارتكب جريمه اخرى. صفاها البنت سميتها ديبرا كانت كتفرج في مسرحيه في مدرسه فيرمونت الثانويه. خرجت ديبرا من المسرحيه باش تمشي تجيب خوها، ولكن ما لحقاتش انها تجيب خوها حيت تيد باندي خطفها وصفاها ليها. في 5 مارس سنه 1975 بعض المحققين في الجرائم اللي كيوقعوا في سياتل لقاو جثه في جبل تايلور بسبب شي دراري كانوا كيحطوا شي علامات على الاشجار في داك الجبل، وتما فين لقاو واحد الجمجمه وصوناو البوليس. وتما فين بدات حمله تفتيش مع متطوعين في البحث، واكتشفوا بقايا 3 الجثث تاع بنات اخرين. من بعد 30 متر فين لقاو ديك الجمجمه، وكانوا كل نهار كيلقاو البقايا تاع جثث اخرين، حتى لقاو جثث تاع 6 ديال البنات في نفس المنطقه في الجبل. في اغسطس سنه 1975 كان واحد شرطي في الدوريه تاعو سميتو بوب هيور، كان في واحد المنطقه سكنيه وشاف طوموبيل من نوع فولكس فاغن غاديه في الشارع والبولات تاعها كانوا مطفيين. حاول الشرطي يوقف ديك الطوموبيل،
ولكن مولاها كان كيهرب، ووقعت ما بين اللي سايق الطوموبيل والشرطي مطاردة. في الاخر قدر الشرطي يشد الشخص اللي سايق وتم القاء القبض عليه، حيت رفض يوقف بعد ما امر الشرطي يوقف ليه. ومن بعد حددوا الهوية تاع اللي كان سايق، واللي كان هو ثيودور روبرت باندي، يعني القاتل المتسلسل اللي عام كامل وهما كيقلبوا عليه. شدوه بالصدفة. في البداية كان الامر بسيط، شادين تيد باندي غير بمجرد سوء فهم صغير، ولكن فاش فتشوا الشرطة السيارة تاعو لقاو قناع وبالا ومينوط. باختصار لقاو شي حوايج اللي تخليهم يشكوا فيه، وكاع المواصفات اللي لقاو فيه نفس المواصفات اللي لقاو في الشخص اللي بلغت عليه كارول، البنت اللي مثل عليها انه بوليسي وانه خصها تمشي معاه باش تشوف اللي حاول يسرقها. وتما فين بداو كيحقوا مع تيد، وجابوا البوليس كارول ووقفوا قدامها عرام تاع الرجاله المشتبه بهم في القضيه، وكان بيناتهم تيد باندي باش يشوفوا البوليس واش غادي يتعرف على شي واحد فيهم ولا لا. والصدمه كانت هي فين كارول قدرت تعرف على تيد باندي، وتما فين توجهت ليه تهمه محاوله الخطف. وفي ديك الوقيته فين نزل واحد الخبر في واحد الجريده، واللي العنوان تاعو هو واش تيد باندي اللي في ولايه شوطه هو تيد باندي اللي كاين في مدينه سياتل. وتما فين فكرت شرطه مدينه سياتل انه يقدر يكون نفس القاتل اللي كيقلبوا عليه، حيت من نهار تحول تيد باندي لولايه شوطه والجرائم وقفوا في مدينه سياتل، وتجمعوا محققين من ولايات مختلفه باش يعطيو معلومات على البنات المفقودين والجرائم اللي وقعوا مؤخرا. في 23 فبراير سنه 1976 كانت اول محاكمه لتيد باندي، كانت في محكمه سولت ليك. كان تيد واثق من راسو بزاف وكيقول انه ما دار والو، وبقى كيقول نفس الحاجه انه ما دار والو. وكانوا بزاف تاع الناس حاضرين في المحكمه، وكلهم كانوا كيقولوا انه ما يمكنش تيد باندي يكون هو اللي حاول يخطف كارول، وكلهم كيقولوا نفس الحاجه انه تقدر تكون كارول غلطات في تيد باندي، حيتاش كان كيبان لهم تيد هو شخص مثقف وذكي. وقال تيد وسط المحكمه انه غادي يرجع يكمل دراسه المحاماه ويولي محامي واعر. وزاد صدمهم فاش قال لهم انا غادي ننوب على راسي في المحكمه، وبما انني طالب في المحاماه فانا باغي ندافع على راسي، ويمكن شي واحد يدافع عليا حيت انا اللي عارف راسي اكثر من اي واحد اخر. وفي الاخر تمت ادانه تيد بمحاوله اختطاف كارول، وصيفطوه لسجن يوتا لمده 90 يوم باش يقيموه نفسيا قبل ما ينزل الحكم النهائي، وباش الدكتور النفسي يشوف واش هو شخص عدواني ولا لا، واش يتحكم عليه ولا غير يتحط تحت المراقبه. 7 يونيو سنه 1977 وفي يوم المحاكمه تيد باندي قدر يهرب من السجن، هرب من الشرجم اللي كاين في الطبقه الثانيه، حنقز وهرب. بدات الشرطه كتقلب عليه في كاع الطوموبيلات اللي خارجين من حدا المحكمه، وبدات كتقلب عليه وتتبع الاثار تاعو، ولكن ما كاين ليه حتى اثار. داز يومين على الاختفاء تاع تيد. في ديك الفتره كان خرج 150 راجل و5 الكلاب باش يقلبوا عليه، ولقاو البوليس الجاكيطه تاع تيد، وخلاو البوليس الكلاب يتبعوا الاثار والريحه تاعو حتى وصلوا لواحد الجسر كاين في البلده، تما فين فقدوا الاثار تماما. هادشي كامل بالنسبه لتيد كان بحال شي لعبه، حيت كلشي كيقلب عليه هو بوحدو. ومن بعد 3 ايام تدخلوا الاف بي اي وبداو كيعاونوا البوليس، ولكن جات واحد العاصفه اللي كانت قويه بزاف، وكان فيها البرد والثلج اللي قويين بزاف في الجبل اللي كان فيه تيد باندي. فداكشي علاش تيد باندي ما قدرش يتحمل اكثر، حيت كان في مكان مرتفع بزاف، فغادي يكون البرد والثلج قوي بزاف عليه. داكشي علاش قرر تيد يرجع لديك البلده، حيت كان فيه الجوع والبرد. ملي نزل تيد شدوه البوليس في البلاصه. كان تيد في داك الفتره خسر 11 كيلو من كثره الجوع والبرد. ملي شدوا البوليس تيد كانت الصحافه في كل بلاصه وكانوا كيصوروه، والغريب انه كاع الصور تاع تيد كانت كلهم كيبان فيهم انه كيبتسم وكيضحك، حيت تيد باندي هو واحد الانسان اللي نرجسي بزاف ومختل نفسيا، حيت كان كيشوف انه اكثر واحد كيف الكون كله، وكاع هادوك اللي دايرين به اغبياء واقل منه، لدرجه انه قال انه فاش كيقتل دوك الناس وكيرفضوا الانفاس الاخيره ديالهم كيحس براسو اله. استغفر الله. في 30 دجنبر سنه 1977 كان تيد في الحبس كيتسنى موعد المحاكمه تاعو بتهمه قتل كارين كامبو، وحده من الضحايا تاعو. ودخل الحارس دخل ليه الماكله تاعو وخرج. في النهار الثاني رجع الحارس للزنزانه تاع تيد، لقى الماكله باقا في بلاصتها وكاع ما تحركات كاع، وكان تيد ناعس في السرير تاعو. ولكن ملي الحارس حيد الغطا اللي كان من فوق تيد اللي كان ناعس تما فين تصدم الحارس
ما كان حتى حاجه من تحت الغطاء من غير الكتوبه، ما كان حتى شي اثر على تيد. بقى تيد باندي كيطيح الوزن تاعو حتى وصل 63 كيلو باش قدر يهرب من واحد الفتحه كاينه في الزنزانه تاعو، وبدل اللبس تاعو بلبس تاع مسجون اخر كان في نفس الزنزانه تاعو وهرب. وفي ديك اللحظه ولا تيد واحد من اكثر الناس المطلوبين للشرطه الفيدراليه. من بعد 14 يوم من الهروب تاعو في 14 يناير سنه 1978 مشى تيد لسكن طالبات جامعيات، ودخل على 4 البنات تعدى عليهم وعذبهم بطريقه وحشيه ومشى هرب. في 9 فبراير سنه 1978 تيد خطف بنت اخرى سميتها كيمبرلي دايان ليتش، عمرها 12 عام، كانت راجعه من المدرسه الاعداديه واختفت. في 15 فبراير سنه 1978 واخيرا تم القاء القبض على تيد باندي. شد تيد باندي حيت شك فيه واحد ضابط، وحيت كان سايق طوموبيل مسروقه. لقاو عنده في الطوموبيل 21 بطاقه ائتمانيه، ومنهم بزاف كانوا تاع طالبات جامعيات في جامعه فلوريدا. وملي الضابط جا شد تيد بقى تيد كيقاوم بالعنف، ولكن البوليس يقدر يشدو، وفي الاخر دار ليه المينوط. بداو المحققين من ولايات مختلفه كيجيو يوجهوا ادله ضد تيد، وبداو كيحققوا معاه واتهموه ب 36 جريمه قتل. وفي 30 يوليو سنه 1979 تحكم عليه بالاعدام في بعض الجرائم تاع القتل اللي ارتكب. وفي 7 فبراير سنه 1929 تحكم عليه مره اخرى بالاعدام بالكرسي الكهربائي في بعض الجرائم تاع القتل اللي ارتكبهم. وكانت محاكمه تيد هي اول محاكمه تعرض مباشره في التلفاز الامريكي، حيت كان كلشي مهتم باش يعرف شكون هو هاد السفاح اللي حمق امريكا. في 24 يناير سنه 1989 تم تنفيذ حكم الاعدام على تيد باندي، وتهنت منه امريكا كامله، وحتى حنا تهنينا معاهم وخا ما دار لينا والو. غادي تلاحظوا انني ذكرت تقريبا عرام تاع الضحايا، انا تعمدت نذكرهم باش نبين لكم انه حتى الضحايا راهم مهمين في القضيه، حيت حتى هما انسان بحالنا وكانوا عندهم احلام بحالنا. ما بغيتش نذكر غير عدد الارقام تاع الضحايا وندوز، حيت ما بغيتش نعتبرهم مجرد ارقام. هذا كان الفيديو تاع اليوم، نتمنى يعجبكم الفيديو. استودعتكم الله، دمتم في امان الله.